كل ما اختلف مع مديري في حاجة يحس إني بعند، واللي بيقوله حاضر في كل حاجة بياخد ثقته أكتر. طب أقول رأيي إزاي من غير ما أخسر مديري؟ ده سؤال مهم جدا. بص، ساعات مديرك مش بيزعل من رأيك نفسه، هو بيزعل من الطريقة أو الوقت اللي انت قلت له فيه. ممكن كلامك يكون صح، بس لو حس إنك بتقف قصاده أو بتحرجه قدام الناس مش هيسمعك أصلا. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة وأهم حاجة، لو حصل بينكم خلاف ما تدخلش عليه علشان تثبت إنك كنت صح. قول له أنا فاهم حضرتك كنت عايز تعمل إيه، ويمكن أنا ما قلتش رأيي بأحسن طريقة. كده أنت هديت الدنيا من غير ما تتنازل عن رأيك. اتنين، لو سمحت اسأله بصراحة، لما يبقى عندي رأي مختلف تحب أقولهولك إمتى؟ في الاجتماع ولا بيني وبين حضرتك؟ كده هو هيحس إنك بتكبره. تلاتة، أي قرار يتاخد أنت مش مبسوط بيه، لو سمحت ساعد اللي هو ينجح، ده دورك. واوعى تقعد مستني الدنيا تبوظ عشان تروح تقول له ما انا قلت لك من اول. وافتكر دايما ان انت تكسب مديرك مش ان انت تقول له حاضر ونعم في كل حاجة. ان انت تكسب مديرك ان انت تعرف تختلف معاه من غير ما تحسسه ولا تحرجه قدام اي حد. فاهمني؟